يا بنات طريقه التسويه بتاعتها بصوا طالعه تحفه تحفه. وطبعا مش هو ده المقاس اللي انا كنت عاملاه، انا كنت عامله اصغر من كده، لكن طبعا علشان احنا حاطين خميره تمام طبعا خمرت معانا وحجمها الضعيف. بصوا انا مش قادره امسكها لان هي بصوا مش قادره، مولعه بجد، سخنه جدا لان هي لسه خارجه حالا من الفرن. بصوا دي الصينيه التانية اهي تمام، تبرد بس حبه وانا هقطع لكم. مش قادره بجد سخنه، تبرد حبه وهوريها لكم ازاي. حبيت اوريكم بس انا بعد ما سويتها شغلت عليها الشوايه. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، ما شاء الله حلوه جدا جدا. شوفي دلوقتي لما تروحي تجيبي القرص، انا سائله عليها لسه ما فيش امبارح، لقيت الواحده ب3 جنيه والله، ولا تذكر يعني في الحجم بتاعها تمام. طبعا حاجه بيتك بتبقى احسن واوفر بكتير جدا. وكل ده بكيلو دي، ولسه معانا كمان حوالي صينيه تاني طبعا عشان انا مكبره الحجم، لكن لو انت هتعمليها صغيره هتطلع معاكي اكتر من كده بكتير تمام. لايكات كتير بقى علشان الفيديو الحلو ده، وبعد ما تبرد شويه هوريها لكم، خليكم معايا. بصوا بقى يا بنات القرص بعد ما طلعناها، بصوا حتى ولادي ماسكينها اهيت. بصوا يلا قطعوا كده بقى وروني، بس خلي بالكم عشان سخنه جدا. لا ما تخافيش. بصوا بصوا بقى استنوا كده عشان فيها برضو طريقة هشه يا بنات، هشه تحفه جدا. بصوا العجوه كده هشه جميله جميله جميله. بصوا يا بنات بصوا طريه جدا جدا وحلوه قوي، شايفين اهي 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 يا بنات. بصوا تحفه 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 والله يا بنات، احلى من بتاعه بره. وريني كده يا كيري، شايفين بصوا كانت طريقة قوي جدا، طريه جدا وهشه. انا عاملاها باللبن، قلت لك لو لبن عندك فاصل اوعي ترميه، لو لبن باظ عندك ما ترموهوش خالص، استخدميه في المعجنات بتبقى حلوه جدا حلوه جدا جدا تمام. يلا ما تنسوش بقى لايكاتكم الحلوه وكومنتاتكم في قناتي، قناه كل يوم مع رشا العربي. ويا ريت اللي اول مره بيشوفنا يدخل يشترك عندنا وينورنا، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. باي باي. عشان خاطر القرص بقى اعملوا لايكات. يلا كومنتات كتير ولايكات كتير. يلا باي باي. مع رشا العربي.